يخلص الشوط الاولاني والبنك الاهلي متقدم 1-0 على الزمالك. بصراحة الطرد فيها وعليها، يعني انا شايف انها ممكن ما تكونش طرد. هي وجهات نظر، لانه بحس ان هو ملمسوش، يعني هو نط من فوق عواد، نزل على الارض اختل توازنه وقع. ما شفتش تقريبا ان عواد لمسه، فممكن تعدي. ممكن ممكن تعدي او ممكن يكون لمسه، بس ما حسهاش انها بصراحة تستاهل طرد. تحس ان الزمالك مظلوم في الكرة دي. وكريم بامبو حط الكورة شاطها من تحت محمود علاء، قامت معدية من ايد صبحي اللي ايده دايما مخرومة، ده ما تفهمش ماله. بس قشطة، الزمالك يعني ايه عمال ينقط للفرق، اي حد محتاج 3 نقط، محتاج نقطة بيقول له اتفضل. والله نادي كريم، والله نادي كريم. لعيب الواد فتوح ده، لعيب. ما تدونا فتوح بمناسبة الكرم، يعني احنا عايزين فتوح. فتوح حلو والله، يعني بدل ما نجيب باك شمال اجنبي وبتاع، يعني سيبوا لنا فتوح يجي الاهلي كده يلعب له 5 6 سنين وهنرجعه لكم. يعني بدل ما نجيب لعيب اجنبي يخش في القايمة وليلة وبتاع، هنسيب لكم زيزو وناخد فتوح يلعب كده جنب امام وكهربا والناس دي. والله يعني النادي الاهلي مش بعيد عليكم، يعني جنبكم. بدل ما نعمل كوبري وناخد منكم فتوح، سيبوه بمزاجكم وخدوا فيه فلوس. فكروا كده، فكروا. سيبوا لنا فتوح. زيزو بيعدل الاوضاع وبيجيب الجون الاولاني لنادي الزمالك عشان يجيب التعادل ويرجع الماتش كده، تخليه يسخن، وبيدي الامل لجماهير نادي الزمالك ان هم ممكن يكسبوا. والله انا مش عارف، بس انا متوقع ان هم لا مش هيكسبوا. يعني جون حلو قوي من شيكابالا بصراحة، جون جميل، راكنها ركن 10/10. بس انا عايز اعرف بقى، هو مين اللي مطرود منه واحد، البنك الاهلي ولا الزمالك؟ يعني من ساعة ما الزمالك هو مطرد منه واحد، وتحس هو اللي بيلعب احسن وهو اللي بيضغط ويمكن هو اللي بيروح اكتر، وحاطين كرة في العارضة من المسلوسي وبتاع. وينتهي اللقاء بمكسب نادي الزمالك 2-1 على البنك الأهلي. بصراحة ماتش هم يستحقوه، لعبوا بروح، لعبوا إن هم كانوا عايزين يكسبوا. نادي البنك الأهلي ما استغلش الموقف إن هم يكسبوا الماتش رغم الطرد اللي عند نادي الزمالك، بس نادي الزمالك كان هو أكتر إصرار، كان هو عايز ياخد الماتش رغم الطرد اللي عنده. وبصراحة يستحقوا الماتش ده عشان يحققوا أول فوز ليهم من 3 ماتشات. مبروك عليهم، حاجة ممكن تطمن جماهيرهم شوية. هيلعبوا بيراميدز الماتش اللي جاي، ولسه بقى كمان عندهم الكونفدرالية مع انهم واقعين في مجموعة سهلة. بس نادي الزمالك ما تفهمش بيعمل حاجات غريبة كده بتخلي الجمهور دايما حاطط ايده على قلبه. ويلا مبروك لنادي الزمالك، خلي الجماهير بتاعتهم تتبسط، واشوفكم في ماتشات جايه.